شايف من اهلك كلهم يطلعون وتبقى وحدك وتجوع وانت سنجل. اليوم نسوي اكله انا وياكم كلش سهله وبسيطه، واشوفكم حياه العزاب شلون. يلا تعالوا. اول شي نجي للمطبخ، واكيد نسوي الحركه المشهوره، نفتح الثلاجه ونباوع بيها ونسدها. ليش؟ ما اعرف ابد، والشي صعب كلش. تظل تروح وتجي تروح وتجي، بس لقيت هنا شغله كلش حلوه وسهله. تعال شوفكم شنو لقيت. هاي المعكرونه تعالوا نطبخها انا وياكم ونسويها. يلا. طبعا اصعب شيء من نطلع هاي الجدريه اللي صايره بنص ذني، وهسه خليت الجدريه وترستها مي مثل ما تشوفون. تعالوا خلينا نسوي البصل انا وياكم. يلا. جبنا البصل وجبت شو اسمه التخته. هاي شنو هاي لقيت؟ باش لقيت فلفلايه يابا، فلفل وياها نحمس. اويلي طعمي يموت. اكو شيء ثاني بالثلاجه نضيفه وياها ولا شو تقولون؟ خلينا نضيفه. الشباب هو انا لقيت فشي بالثلاجه بس تيهت وين كان. هذا هو. شوفوا يابا، ببغوني دجاج وكذا. فد شي يعني وين اني واقفه؟ فد نكهه طيبه. لا كذب، اول مره راح اجربها، ما مجربها قبل. هاي من عندي اجتهاد شخصي. يلا نثرم. هسه انا كملت الثرم، بس اكو شغله ناسيها. احس انه ناسي فشي. نسيت المعكرونه ما خليتها شباب. هسه بعد ما كملنا الثرم تعالوا نضيف المعكرونه. يلا. مثل ما يشوفون خلينا المعكرونه وراح ننتظرها دقائق الى ان تستوي ونصفيها ونكمل. يلا. طبعا حياه العزابي كلها صعبه. هذا اول فلوج الي بالقناه، وان شاء الله حيعجبكم، وان شاء الله مستمرين احنا بالفلوجات والتحديات والسفرات وهواي اشياء حلوه حنسويها انا وياكم. بس اهم شيء تدعمونا بلايك واشتراك للقناه. الشيء المزعج تنتظر الاكل وما عندك شيء ثاني تسويه. تدرون هاي نسيت اخلي ملح للاكل، انتوا لا تنسون. هسه نحمسن كلهن، واكيد ننزل المعجون بس هاي نسيته كالعاده، انتوا لا تنسوه. واذا تحبون ضيفوا دبس رمان، انا حضيف دبس رمان ينطي نكهه طيبه. بعد ما حمسناها كلها ننزل المعكرونه. يلا. بس شوف اللوحه الفنيه، عاشت ايدي والله تخبل يابا. يلا تعالوا خلينا ناكل. خبلت 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 خبل. انصحكم بها، كلش سهله كلش طيبه. يا حبايب هذا كان فيديو اليوم، واتمنى انه عجبكم واتمنى دعمكم. ومثل ما قلت لكم اول فيديو الي بالقناه، واريد منكم دعمكم واشتراك بالقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هلا والله بالحبايب. نمت وهسه دا اسمع هوسه جوا. اذن اهلي جوي وانتهت حياه العزاب اليوم. اجتي امي وابوي الحمد لله، وحاليا خلصت حياتي. جيت عزابي اعتمدت على نفسي وكانت مسؤوليه كل صعبه. تعالوا خلينا نشوف شنو مسوين اكل وناكل ونسولف جوا. غسلت وفرغت اسناني وتعالوا خلينا نشوف شنو مسوين اكل. مسوين اطيب اكله انا احبها. يلا يابا شوف شنو مسوين. فاصولية والتمن ما شاء الله، اكله الا تخبل. هلا بالحبايب. بسم الله. يخبل حقيقة. الله يساعد الامهات اللي يتعبون في سبيل ابنائهم. انا بقيت يوم واحد كلش تعبت مثل ما شفتوا. يعني بقيت يوم واحد كان كلش صعب علي، مو سهل. الله ينطي الصحة والعافية للأمهات للآباء شلون يعتنون بأولادهم. يعني مسؤولية كلش صعبة، الله يحفظهم إن شاء الله. تدرون أنا جيت تعرضت للتنمر بحياتي بسبب اللدغة اللي عندي بلساني. هسه دا تدخلون على حساباتي اللي بالسوشيال ميديا حتشوفون كلام الناس زيد يتنمرون ويحجون. يعني ما أعرف ليش الناس إنه الشخص مثلا عنده لدغة وعنده فد شي يعني صعب ينطقه أو عنده مشكلة باللفظ، دائما يكون محط تنمر وحكي وكلام. ليش يتنمرون على إنسان ممذيهم؟
اليوم الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان خلقهم كلهم متساويين، ما خلق واحد أفضل من واحد. ليش يجي شخص مثلا يتنمر على شخص أو يقلل من عنده؟ هذا الشيء أبد مو حلو. هواية تعرضت للتنمر بحياتي، لحد هاي اللحظة اللي دا أسجل بيها الفيديو طبوا على حساباتي شوفوا كلام الناس قد مؤذي، وكلامهم أبد أبد مو حلو. لكن أنا إنسان قوي وما أهتم لكلامهم. كل اللي دا أسويه دا أقدم محتوى حلو وبسيط، حالي حال أي شخص يقدم محتوى بسيط وحلو وممتع. بس الناس الله يسامحها يحجون ويقولون بدون أي سبب. بالنهاية كل إنسان عنده مشاعر وعنده إحساس، حتى لو كان ما يهتم لكلام الناس لابد ما بيوم من الأيام ممكن كلمة تأذيه أو كلمة تزعجه. وأكو بعض التعليقات تقول هذا الشخص يتصنع. طيب ليش دا أتصنع أنا؟ معقول أنا أتصنع حتى خلي الناس تحكي علي؟ لا أكيد، هذا الشيء مو معقول. والله أنا عن نفسي مسامح كل شخص حكى علي وقال كلام مو حلو وشال غيبتي. يعني كلش أحب الناس وأحب الحياة. الحياة نعيشها مرة واحدة، لازم نستمتع بها. إذا عشنا الحياة بمشاكل وبحقد أو بضوجة ما راح تكون تستمتع بها. لازم نستمتع بالحياة، نعيشها بحب وسلام ومحبة ويا كل الناس، حتى الناس اللي أذوني يعني نسامحهم. وبحياتي ما أشيل بقلبي على شخص، أنا أحب الكل وأسامح الكل. النصيحة أبد لا تتنمرون على شخص ولا تقللون من أي شخص، لأن كل إحنا الله سبحانه وتعالى خلقنا سويين ومتساويين، ما فضل شخص على شخص. اليوم أنا كشخص ما أهتم لكلام الناس، بس ممكن أكو ناس تهتم لكلام الناس، ولما تهتم بيه يتأذون وينزعجون. ليش دا تكون أنت سبب مثلا حتى تأذي شخص؟ هذا الشيء عند الله مو هين، عند الله هذا الشيء كلش عظيم وكبير ترى. دائما خلوا المحبة والسلام بينكم أفضل شيء. والله يا حبايب الدنيا خلصانة، عيشوها بسلام وعيشوها بمحبة وعيشوها بمودة. لا تخلون كلام الناس يحبطكم أو يخليكم ما تكملون بهدفكم، لا كملوا هدفكم وواصلوا لهدفكم. لا تخلون كلام الناس يكون فد عائق أمامكم. خطى كلام الناس السلبي وخليك ماشي على هدفك، والله سبحانه وتعالى يوفقك إن شاء الله. أي شخص عنده هدف وعنده طموح واصل إليه إن شاء الله والله يوفقك. ممكن هو ما يكون سهل الوصول إليه، صحيح صعب، لكن خلي أملك بالله سبحانه وتعالى إنه توصل لشيء اللي ببالك. لا تهتم الكلام مال الناس مثل ما أنا دا أسوي هسه. هواية كلام مو حلو بسبب اللدغة اللي عندي، بس ما مهتم ومكمل، وإن شاء الله نوصل للمكان اللي يليق بينا. هلا والله تعالوا خلنا نصلي مواعيني يلا. أجمل شيء الشخص اللي يساعد أهله بالمواعين، كلش حلو الشخص اللي يساعد أهله بالمواعين ويغسل مواعين وياه، هذا شيء كلش حلو. أبد لا تقول عيب وأبد لا تستحي من هذا الشيء. ساعد أهلك بالبيت تغسل المواعين أو تساعدهم بالبيت، لأن هذا الشيء كلش حلو عند الله سبحانه وتعالى. اللي يعاون أهله واللي يساعدهم، والنظافة من الإيمان كل. وهسه غسلنا المواعين وكملنا وما لكم علاقة بالخربطة اللي بشارع، كلش عادي. اثنين قاعد من النوم وتدرون واحد من يقعد النوم شلون شعره يكون، فعادي غلسوا عليه. اي حبايب هسه وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وأتمنى أنه يكون عجبكم إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وينجحكم بكل حياتكم. ومثل ما قلت لكم أول فيديو إلي بالقناة، وأتمنى دعمكم إن شاء الله، واشتراك بالقناة ولايك تعليق حلو مثلكم. وهسه أقول لكم في أمان الله والسلام عليكم.